السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. البنات اليوم بغيت نشارك معكم التدريس ديال قشور الحوت بطريقه مختلفه. انا هنا راه دوزت الحبيك ديالي، هانتوما كما كتلاحظوا معايا. كنت شاركت معكم الطريقه ديالو في الفيديو الاول، في الفيديو السابق عفوا. هانتوما دابا غنبدا معكم. غناخد الغرزه الاولى، غنثبت فيها الخيط. هنا غنحسب الغرزه الاولى الزاوجه، غنخدم في الثالثه. غنشد هاد الخيط هذا واحد شويه نخليه مرخوف، وغنرجع في نفس الغرزه كما كتلاحظوا معايا. غنعمر الحبك ديالي على هاد الخيط كامل. كنحاول انني نزير واحد شويه الخيط البنات باش تجي الخدمه زوينه ومقاده كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. هانتوما من بعد ما ساليت التعمار ديال الخيط ديالي بالحبيك، غنخدم في نفس الغرزه فين خدمت الغرزه الاولى باش خدمت التضريس ديالي. هكا كنكون تبت الخدمه، وغنخدم غرزة واحدة أخرى بنفس الطريقة. غنحسب واحد جوج ديال الغرز ديال الحبيك. في الثالثة غنخدم، يعني غنمشي بنفس العبار، وغنخلي الخيط ديالي مرخوف واحد شوية كما وريتكم في الأول. غنرجع في هاد الغرزة هادي، هانتوما. دابا هنا هانتوما كما كتلاحظوا غنحبك النص ديال هاد الخيط هذا، وغنرجع باش نوريكم الطريقة الأخرى. هانتوما هنا من بعد ما وصلت للوسط، غنجي الوسط ديال هاد الخدمة الأولى ديال التضريس، وغنخدم فيها. هنا غنرجع لهاد البلاصة هادي، غناخد الغرزة ما بين خيط وخيط كما كتلاحظوا معايا. خدمت الخدمة ديالي ديال الغرزة ما بين هاد جوج خيوطة. غنرجع هنا في نفس البلاصة، دابا غنخدم غرزة ديال الراندا، هانتوما البنات، وغنرجع فيها. غنلوي الخيط جوج لويات على الإبرة، غنعمر الخيط التضريس ديالي عفوا. هانتوما بحال كنخدم الضرس المغلف اولا البريوات. غنخدم هاد الغرزة هادي بنفس الطريقة، وغنخدم فيها، يعني غنرجع في نفس الغرزة. غنلوي الخيط على الإبرة جوج لويات، وغنعمر التضريس بحال كنشكل التضريس ديال واحد، انا كنغلفو على شكل ديال الضرس المغلف. هانتوما بقات لي وحدة غنخدمها. كنرجع في نفس الغرزة البنات كما كتلاحظوا معايا، يعني ما كنخدمش جوج غرز عاد كنخدم، لا كنمشي في نفس الغرزة.
دابا غندير 2 حبكات على هاد التضريس هذا ديال واحد. صافي مباشرة كنمشي وكنكمل الحبيك ديالي. انا غنزيد نخدم معكم شويه البنات باش هكا تفهموا الطريقه ديال الخدمه مزيان. غنخدم هاد الغرزه الاولى، غناخد الغرزه الزوجه، غنحسب الغرزه الاولى ديال الحبيك، الزوجه ما غاديش نخدم فيهم، غنخدم في الثالثه كما وريت لكم في الاول. وكنخلي هاد الخيط هذا شويه مرخوف. هانتوما كنحاول انني نزير واحد شويه الخيط باش كيجي التضريس واقف في الخدمه وكيجي باين. كيف ما كتلاحظوا معايا هذه اللي خدمت الاولى، ملي كنزيرو هكا الخدمه كيبقى التضريس ديالنا واقف ما كيجيش مرخوف. عند من بعد ما ساليت غنمشي في نفس الغرزه كما وريت لكم، غنخدم هاد الغرزه اللي حداها وغناخد نفس العبار، واحد جوج ما غاديش نخدم فيهم، غنخدم في الثالثه. غنرجع في هاد الغرزه هادي، غنحبك نصف الخيط هانتوما على هاد الخيوط هادو. دابا هنا غنمشي للوسط ديال هاد الحبيك هذا، عفوا راه كيبان لكم البنات الوسط بلا ما تحسبوا. وغناخد ما بين هاد الخيط وهاد الخيط اللي كنت درت في الاول كناخد غرزة. هنا كنرجع في نفس البلاصة، كنخدم كما قلت لكم في الاول بحال كنخدم الغرزة ديال الرانده وكنرجع فيها، كنلوي الخيط 2 لويات على الابره. هكا كنحاول البنات نوضح لكم الطريقه ديال الخدمه باش تجيكم سهله بالنسبه للبنات اللي عاد بادين كيتعلموا، باش هكا ما تلقاوش الصعوبات في الخدمه. هنا كنخدم غير غرزه واحده وكنرجع فيها بهذه الطريقه هذه. هانتوما بقات لي واحد ديال التضريس، يعني على هذا الخيط هذا كيجيوني 4 ديال سنينات صغار اولا التضريس ديال واحد الصغير. صافي وكندوز كنكمل على هاد التضريس الاول. انا هنا راه كنخدم البنات الكمام ديال القميص. لهاد كما قلت لكم كنخدم الكمام ديال القميص واختاريت له هاد التضريس هذا. نتمنى انكم تجربوه وتخليو لي في التعاليق كي جاكم. ها انتم هنا غنثبت التضريس ديالي كما كتلاحظوا معايا البنات.
كي كيجي الصراحة كيجي في الخدمة ديالو زوين وكيجي واقف هكا باين. انا غنوريكم في الكم الاول كنت خادمة. ها نتوما كما قلت لكم كيبقى هاد التضريس هذا واقف وزوين حتى في الخدمة ديالو في الشكل ديالو عفوا. ها نتوما غنكتفي معكم بهذا القدر هذا البنات. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكون الشرح واضح. خليكم في امان الله وحفظه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.